السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم المرشح علي حسين علي داود محمد، مرشح في انتخابات مجلس الأمة 2024 في الدائرة الأولى. Back you live from Kuwait City. يعطيكم العافية شباب، شلونكم وش أخباركم وش مسوين؟ ونرجع اليوم معاكم في الندوة الثانية، وهي تعتبر الندوة الأخيرة قبل الانتخابات، يعني انتخابات الأسبوع الجاي في رمضان. سامحوني، تعرفون الوضع رمضان وصيام وصعب بصراحة. زين، فاليوم راح اجاوب على اسئلتكم كلها. اليوم تاريخ 30/3/2024 راح اسوي الندوة الاخيرة، وهي تعتبر ندوتي انا الاخيرة. زين، بخصوص الانتخابات مجلس الامة 2024، وان شاء الله في الايام الجاية نرجع معاكم مع فيديوهاتنا على اليوتيوب، ونتابع وياكم ان شاء الله المواضيع اللي هو تتعلق في اليوتيوب قناتي. بخصوص أنا اليوم بصراحة أحب يعني أول شيء أشكر جميع المواطنين المواطنات، يعطيكم ألف عافية على الدعم، وهذه شهادة أنا أعتز فيها، وجزاكم الله ألف خير. وأنا سمعت في نصائحكم الجميلة، وسامحوني على القصور بصراحة. يعني تعرفون أن في الآونة الأخيرة الانتخابات هذه شوي نوعا ما مختلفة، لأن في أجواء رمضانية وصيام والوقت قصير والأمور كثيرة، عرفت شلون؟ بس اليوم انا ما راح اطول معاكم، راح اتكلم في امور بس انا لاحظتها في الصراحه. يعني انا انصدمت في بعض الندوات وفي بعض اراء المرشحين. انا توقعت بصراحه شيء مختلف، بس طلع لا، طلع طلع اسوء من اللي فات. عرفت شلون؟ المهم اليوم راح اجاوب على اسئلتكم كلها. اول شيء احب اشكر جميع الصغير والكبير، كل المواطنين والمواطنات، جزاكم الله الف خير، وسامحوني على القصور. والله العظيم هذه شهاده نعتز فيها، وانا اسف اني قصرت وياكم بصراحه. يعني انا بصراحه يعني محرج جدا، وعلى نصائحكم الجميله، نصائحكم الحلوه اللي صراحه نصحتوني فيها، وجزاكم الله الف خير والله العظيم. يعطيكم الف عافيه، وان شاء الله ما راح اقصر معاكم في الايام الجايه باذن الله ان شاء الله. بخصوص الحين السؤال الثاني، وهو انا يعني اعتذر لان في بعض الناس الشباب ساليني علي تتكلم وايد مصطلحات في اللغه الانجليزيه، وهذا انا اعتذر بصراحه، كوني اني كنت عايش برا فتره طويله وفي بريطانيا، وكنت يعني اتكلم في اللغه الانجليزيه وايد، ف مصطلحات شويه صارت في الانجليزي، فسامحوني راح اتكلم معاكم في اللهجه يعني المحليه باذن الله ان شاء الله، يعني باللهجه العربيه والكويتيه يعني. زين، ف راح كثر ما اقدر احول مصطلحاتي حق يعني الغي الانجليزي، مصطلح الانجليزي ان شاء الله. ما راح اقصر معكم، سامحوني ما يخالف، انا في الامور ساعات يعني انسى نفسي، عرفت شلون؟ واحد ينسى نفسه، شيء طبيعي يعني. انزين، الحين بخصوص الحين ببلش سؤال راح اجاوب على اسئلتكم، وندخل شويه في ملاحظه بسيطه، ويعتبر كراي الشخصي، ممكن يكون صح ممكن يكون خطا، فيعتبر كراي الشخصي، وان شاء الله تتقبلونها يعني في حسن النيه. فاول شيء علي، انت ليش تتكلم على يعني بخصوص بعض الناس اللي كانوا ساليني، اللي بخصوص اللي علي انت تكلمت على بس بعض الوزراء ودافعت عنهم، وش معنى هالوزراء بس؟ يعني شوفوا انا شباب، انا تكلمت قلت لكم ان اداء الحكومه كان جيد، بس في فتره بسيطه، واحنا للحين يعني في فتره طويله، إذا ممكن احتمال البرلمان الجاي الامور تتغير، فاحنا قاعد نتكلم في الوضع اللي هم كانوا فيه. فهذا يعتبر كتحليل الشخصي على الوضع اللي كانوا فيه، انا اشوف ان ادائهم كان جدا جيد، وهذا يعتبر اداء اللي حصل في يعني الفتره اللي هم كانوا فيه. زين، حتى يعني مثلا في البرلمان اللي فاتت كان في اداء جيد، وكان في اداء يعني مقصرين فيه. بس انا اقول لك صريح، يعني اكون صريح وياكم، يعني هم للفتره اللي هم كانوا فيه، وفتره كانت قصيره، كان الاداء يعني جيد بصراحه. زين، ف انا ما يعني انا قلت كل وزراء، ما حددت مثلا انا احد، بس تكلمت على يعني تكلمت على اكثر اللي في الاونه الاخيره، اللي اكثر كانوا بصراحه يعني مجتهدين في اعمالهم من ناحيه اللي هو الوزاري. بس هم بالامانه كلهم مثل ما انا قلت لكم كلهم ادائهم كان جيد. زين، فيعطيهم الف عافيه. هذا بس يعني كاجابه على السؤال اللي انتم سالتوني فيه. بالعكس انا اشوفهم ان ادائهم جيد، ويعطيهم الف عافيه، وجزاهم الله الف خير، وان شاء الله يعني يكون الاحسن، يعني كلهم ما شاء الله يخدمون البلد من احسن ما يكون. بخصوص الحين السؤال، وهو علي تكلم عن بعض بخصوص الحين، وهو علي تكلم انت عن بعض الندوات المرشحين الانتخابات. شوفوا شباب، انا اليوم بتكلم عن بعض الندوات
اللي أنا بصراحة انصدمت فيها بصراحة في المرشحين للمجلس الأمة في الآونة الأخيرة في الأيام اللي فاتت. يعني توقعت بيطلع مثلا بيتكلم عن برنامج انتخابي، بيعطي أفكار، بيعطي حلول، بيعطي أمور تتعلق في المواطن، الخدمات العامة، وهذا طلع الأمور لا كلش طلع الوضع طلع شيء ثاني، طلع خصم اللي فات، اللي يعني الموضوع اللي فات هذا لا، هذا ضربة ب10 هذا. إنزين يعني هو ما في بس هجوم على شخصين. إنزين يعني كان قبل رئيس مجلس الأمة لا أعلى الحين. إنزين بصراحة شيء كان يعني شيء بصراحة شيء غريب بصراحة أنا لاحظته. وش معنى يعني أكثر شيء يعني كان موجه كله يعني على يعني مثلا وزراء معينين، وزارتين بس، يعني بس اللي هجوم كان عليهم، شيء غريب بصراحة. إنزين أنا كرأيي الشخصي أشوف أن يعني كرأيي الشخصي أشوف أن إذا تم هالأمر يعني تم هالأمر باستمرار ماكو فايدة. يعني البرلمان اللي جاي راح يصير يمكن يعني أقل أداء من البرلمانات اللي فاتت بعد. عرفت شلون؟ إذا استمروا نفس الأفكار هذه ترجع مرة ثانية بخصوص اللي هو عمل الحكومة، لأن أنتم مثل ما أنتم عارفين لازم يكون في اتفاق بين يعني السلطتين، ولازم يكون في تشريعات، ولازم يكون في اتفاق في الخارطة التشريعية، والحكومة عليها أنها تقدم البرنامج على الأعضاء في جدول زمني مثل ما تعرفين. يعني إنزين حتكلم فيها الحين شوي بالتفصيل أكثر. بداية بعد ما يترشحون أعضاء مجلس الأمة، الحكومة راح تطبق المادة 98، راح تشكيل الحكومة برنامجها لعمل أعضاء مجلس الأمة، وأعضاء مجلس الأمة عاد يبدون ما هو يرون يعني يشوفونه صح أو يحتاج لتغيير، أو في خرائط تشريعية من ناحية الرقابة والتشريع، وفي أمور كثيرة راح تحصل. الحين بعد الأمور هذه راح تحصل عندنا في أمر ثاني جدا مهم، وهذا يعتبر هم من بعد على الرؤية أنا قاعد أشوفها. هم في عندنا مشكلة ثانية الحين. أنا ملاحظ أن تزكية ما في الحين زين حق رئاسة مجلس الأمة، ومن حق أي عضو أو أي عضوة راح تفوز في الانتخابات ترشح نفسها حق رئاسة مجلس الأمة. اللي بيرشح نفسه سواء كانت عضو أو عضوة حق رئيس مجلس الأمة أو حق نائب الرئيس، من حق أي عضو يقدر يرشح نفسه. زين أنا راح أشوف أن هالانتخابات ما راح يكون إجابة على هالسؤال. على بعض الشباب اللي كانوا قاعد يسألوني، أنا أشوف أن هالانتخابات هذه ما فيها تزكية كرأي الشخصي. زين ما فيها تزكية. زين الحين بخصوص هل يعني راح يكون في استقرار نوعا ما؟ والله أنا قاعد أشوف حسب رؤيتي الشخصية بالندوات واللي قاعد أشوفها مثلا في طرح بعض المرشحين، والله أنا ما أتوقع يعني أن راح يكون الوضع مستقر بصراحة أبدا. زين فهذا هم عامل مهم وعامل جدا جدا بصراحة صعب. الحين بخصوص بعض الشباب اللي كانوا قاعد يسألوني علي شنو رأيك في التصويت على رئاسة مجلس الأمة، إجابة على هالسؤال سري سري سري. أنا أيد سري، تصويت سري. إنزين وهذا أهم شيء يعني بخصوص أنه هو معروف عنه كقانونيا التصويت سري حق رئاسة مجلس الأمة. إنزين بخصوص الحين بعض الناس كانوا قاعد يسألوني على سالفة التحليل السياسي والتقارير السياسية، نسبة الانتخابات لبعض المرشحين السياسيين. يعني عندكم في بعض المحللين السياسيين يطلع لك يقول لك مثلا صار عندهم استبيان لبعض. شوفوا أنا قاعد أكلمك statistically يعني إحصائيا، ما في دراسة تعطيك 100% مستحيل، استحالة تامة إجابة على هالسؤال. مستحيل إن في دراسة تعطيك دقيقة لهالعلة. عاد عندك أنت عاد تقدر تقرأ أفكار الناس، هذا موضوع ثاني، بس أنك أنت تعطي يعني دراسة دقيقة فيها صعب جدا 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 صعب. زين لأسباب كثيرة راح أشرحها الحين. أولا تأخذ لك مثلا، خلينا نقول إذا بتأخذ لك استبيان من 1000 شخص، والدائرة نفسها خلينا نقول مثلا الدائرة نفسها الأولى مثلا
فيها 100,000 ألف شخص، من 100,000 هذا ولا شيء، 0.01%، يعني ولا شيء. زين حتى اللي يعني مثلا يبي يبدون رايهم بس هم ما يعطيك انديكيشنز انه، او ما يعطيك ان التعليمات الصحيحه انه هم كلهم اجابتهم دقيقه. ليش؟ لان اول شيء انت ما تدري، يمكن قناعته تتغير قبل التصويت، او ممكن بالتصويت مثلا آراءه تتغير، او اهله مثلا يقولون احنا بنصوت حق فلان نشوف انه انسب، او تطلعاتهم كشباب يشوفونهم احسن. ثانيا انا لاحظت ان في وايد ناس يعني في الندوات اللي قاعده تصير، ان في ما شاء الله عنده ازدحام ندوات من الشباب يعني. ترى مو شرط يعني ان مثلا هالشخص مثلا انه عنده وايد ناس مثلا راح يفوز. تلاقي مثلا اللي موجودين هم نفسهم كانوا موجودين في الندوه اللي قبلها من شخص ثاني او من شخص ثالث بيسمعون منه او بيسمعون طرحه. بس انت لاحظوا ترى ترى تعتبر المراه هي يعني اكثر عامل من ناحيه يعني الحريم اغلبيتهم يستخدمون الانترنت والتليفون يشوفون الندوه. فهذا يعتبر رقم كبير. يعني عادي ممكن مثلا تلاقي واحد مثلا عنده اقبال كبير من الشباب بس ما عنده اقبال كبير مثلا من الحريم، فهم هذا ينزل من سوق. فانت هذه تعتبر يعني هم يعني نسبه وتناسب. فانت statistically واحصائيا ما تقدر تعطي الدراسه الصح اللي ايش كثر مثلا واحد مثلا هل جاي بنسبه اعلى ونسبه اقل. مستحيل، استحاله تامه، مستحيل. زين لا عاد تعرف تقرا افكار الناس، او انت عندك او انت عندك طريقه ثانيه دش انت احسبها. يعني الدائره فيها كم ديوانيه، والديوانيه فيها كم واحد داخل، وانت كم ستاف عندك، يعني انت كم شخص عندك. خلينا نقول انت مثلا عندك كم 1000 شخص مثلا يشتغلون وياك. هل يعقل من 1000 واحد يشتغلون بالديوانيه بيسوون استبيان على كل واحد بيعطيك الاجابه الصريحه الصحيحه 100%؟ مستحيل، استحاله تامه. انا اشوف الاستبيانات اللي قاعده تصير هي بس مجرد انك نسبه بسيطه، وبالفعل هي ممكن تكون يعني الاجابات صحيحه، بس انه ما تكون accurate. يعني ما تكون، يعني هي كثر ما زادت الاجابات كثر ما كانت عندك استبيانات اوضح اكثر. بس اذا 1000 واحد ولا 500 واحد ما اكو فايده، ما في اجابه صريحه. زين هذه شغله اولى جدا مهمه. فانا اشوف كرايي الشخصي من ناحيه الدراسات التحاليل السياسيه اللي يطلع لك يقول لك والله الديوانيه الفلانيه والله فلان الفلاني راح ابدا انا اشوفه يعني في وايد ناس يطلعون يتكلمون بس بعدين تتغير الارقام. زين في واحد مثلا كان جايب مثلا 10,000 بعدين تلاقيه يجيب 6,000 صوت مثلا. عادي ترى الامور تتغير عادي، فقناعات الناس تتغير والاجواء يعني جدا عادي. انا اشوف كرايي الشخصي اشوف التحاليل السياسيه statistically والاحصائيات انا كرايي الشخصي اشوفها جدا مو دقيقه. يبي لها يعني اساليب اكثر من كذي، بروفيشنال، مور بروفيشنال. ويفضل الحين مع التكنولوجي المفروض كان يسوي لهم اب او يسوي لهم برنامج. يفضل انه كان يدخلون عليها الناس مثلا انه مثلا تعال ترى في اساليب كثيره بس انا ما اتكلم فيها عشان يعرفونها. فهذا تعتبر افكار حق الناس اللي دارسين احصاء يعرفون في الامور هذه كلها اكثر. فهذا كرايي الشخصي. انا اشوف انه اوكي هو بيبدي رايه مثلا عن امور معينه، بس بالنهايه انت ما تعرف شنو يدور داخل اللي هو عندك الناخب، منو حق منو بيصوت او حق منو هو بيروح يصوت، او يمكن ما راح يصوت، ممكن انه يجاوب بالتليفون يقول اوكي راح اصوت حق فلان بس بعدين ما يروح. فهم انت حط ببالك يعني ان في احتمالات كثيره تتغير. فهذه اغلب الاجابات بصراحه اللي انا راح اجاوب عليها، ويعطيكم الف عافيه شباب، وإن شاء الله بإذن الله يعني نرجع معاكم في الأيام الجاية، ويعطيكم ألف عافية، ونحب نبارك لكم إن شاء الله على العيد، وأشوفكم إن شاء الله بعد العيد نستمر معاكم ننزل فيديوهات جديدة. ويعطيكم ألف عافية، وسامحوني على القصور، سامحوني وايد على القصور شباب، وأنتم صراحة ما قصرتوا، ويعني أتمنى أنا أمنيتي يعني حق بعض المرشحين اللي إن شاء الله راح يحالفهم الحظ التزام الدستور وقواعد الدستور. هذا شيء جدا مهم، والله يوفق الجميع وبما هو في خير لمصلحة البلاد. الله يحفظ الأمير والشعب من كل مكروه، ويعطيكم ألف عافية، وأشوفكم إن شاء الله في الفيديوهات الجاية. السلام عليكم.